إمم. السلام عليكم متابعيني وأهلًا وسهلًا بكم بقناتي قناة مطبخ أم رقية، وأرحب بكم، وجيت لكم بفيديو جديد، واليوم الفيديو هو طريقة الكوكيز بأسهل طريقة، والمواد متوفرة بكل بيت. طبعًا قبل لا نبدي بالفيديو نصلي على محمد وآل محمد، وأتمنى ما تنسوني باللايك والتعليق، وإذا أول مرة تشوفون قناتي أتمنى تشتركون بيها. هسه بسم الله نبدي بالمقادير ونقول بسم الله. عندي هنا كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة، يعني مو هسه اللي مطلعته من الثلاجة، يعني قبل فترة مطلعته من الثلاجة. وحتى البيض عندي بيضتين هنا هم بدرجة حرارة المطبخ، وهسه وكوب من الشكر، وظرف من الفانيلا إذا كانت فانيلا سائلة أو باودر نفس الشي. وهسه راح أخلط المواد كلها سوا لحد ما يذوب الشكر والزبد والبيض، أخليه يصير لونه مثل لون الكريمي. بعدين يلا أضيف الطحين. هسه مثل ما تشوفون صار هذا اللون، وراح أخلي كوبين من الطحين الصفر وخاشوقتين أكل من النشا. النشا يساعد على الكوكيز تبقى هشة وما تيبس، ونص خاشوقة أكل من البيكنج باودر، يعني ما خليت أكثر، يصير مو طيب إذا خليت بيكنج باودر أكثر. وهسه راح أعجن المقادير بإيدي لحد ما أحصل على عجينة متماسكة. من بعد ما عجنته راح أخلي عندي قطع من الشوكولاتة، هاي يصير قطع أي شوكولاتة، يعني حتى لو من هاي الشوكولاتة تنثرم ناعم، بس أنا عندي هنا هاي رقائق الشوكولاتة دايما أستعملها بالكيك، فضفتها لو شفت هاي العجينة تلزق ضفت لها بعد شوية طحين لحد ما صارت متماسكة. هسه راح أشكلها بصينية الفرن، راح أخلي ورق زبدة وأشكلها بهذا الشكل. طبعا أرحب بالمتابعين الجدد اللي دخلوا لي هذا الأسبوع، وأتمنى تكبر قناتي بوجودكم. بس أريد يعني مو بس مشاهدات، يعني أتمنى وين مشاهدات لايكات. اللايك يصعد الفيديو، يعني أنا الفيديو مالاتي ما جاي تصعد لأن اللايكات كلش قليلة. أتمنى ما تنسوني باللايك. طبعا تعذروني على صوتي لأن هستوني قاعدة من النوم الساعة 7 وجاي أمنتج الفيديو، لأن ما ألحق بنهاري عندي دوام ما ألحق أمنتج الفيديو. هسه من بعد ما كملت هاي المقادير كلها وكورتها بهذا الشكل، هسه راح للتزيين أخلي قطع الشوكولاتة على كل وحدة بيهن، لأن هو بعد هو هذا الكوكيز يعني القطع الشوكولاتة تصير على الوجه. هسه من بعد ما كملت راح أخليه بالمجمدة ربع ساعة، وأطلعها من المجمدة يعني أكون أشوفها كلش جامدة صايرة مثل الحجارة، يلا أطلعها، لأن من أخليها بالفرن قبل راح تسيح وما أحصل على الشكل اللي أريده. طبعا خليته بالفرن مدة 15 دقيقة، شعلت الفرن بس الجوه وعلى درجة حرارة 180 مع المراقبة، يعني كل ساعة أجي أشوفها لحد ما استوت.
هسه طلعت وهذا شكلها النهائي مثل ما تشوفون. طلع الطعم كلش طيب وحتى شكلها طيب. وهاي المقادير اللي سويتها، سويت لي 3 صينيات من هاي الصواني مالت الفرن. أتمنى عجبكم الفيديو، أتمنى ما تنسوني باللايك والتعليق، وإن شاء الله أشوفكم فيديوهات جديدة. مع ألف سلامة.